بيطلعه لقدام، وبيجي بعديها كاس العالم 2018 وبتحصل مهزله المنتخب، وده اللي بيدفع محمود مهدي انه يعمل فيديو ينشره على فيسبوك عن حزنه على حال المنتخب، والكومنتات كلها كانت ماتش جامد ماتش جامد ماتش جامد، زي اسم القناه بتاعته الاصليه فيلم جامد، وقال لهم طب اعملوا لي لوجو، فعملوا اللوجو، ومن هنا بدات ماتش جامد. واللي كان بيتكلم فيها عن الكورة بس ده قليل جدا، الأغلب كانت فيديوهات جيمنج فيفا، وقعد فترة على الحال ده يراجع الأفلام في فيلم جامد ويلعب فيفا ويحلل الماتشات في ماتش جامد. واللي بالمناسبة شجعه على الحوار إنه يعمل قناة للكورة ده هو الدك ممدوح نصر الله، واللي لو عايزين نعمل عنه حلقة قولوا لي في الكومنتات. وعلى فكرة مهدي ما يعتبر يوتيوبر الوحيد اللي يصور فيديو ونزله قبل الدك ممدوح نصر الله. وعلى فكرة برضو مهدي كان عامل برنامج تحليلي باسم كلام اهاب، واخد بالك انت كده فايق. وعلى فكرة لو عايزيني ارشح لكم فيديوهات جيمنج ممتعة لمحمود مهدي وحلوة، هتبقى بالتأكيد امونج اس، لان كل اليوتيوب تقريبا بيلعب معاه، من مروان سري ونصوحي وعمر خالد وعلاوي وادهم جمعة، مش فاكر ممدوح نصر الله الصراحة كان بيلعب معاهم ولا لا. وبرضو على قناة نصوحي اللي عملنا عنه حلقة قبل كده، لو عايز تشوف هتلاقيها تحت في الديسكريبشن، هتلاقي حلقات لامونج اس عنده نفس الكلام. وكمان مهدي كان بيطلع لايفات رياكشنات على الماتشات، وكان تفاعله مع الجمهور في الاستريم حلو جدا، وده اللي شجعه انه يعمل ستريم جيمنج. ويبقى كده في 3 قنوات ما شاء الله. يعني انت عايز تفهمني ان مهدي بيفهم في السينما والكوره وكمان بيعرف يتفاعل مع الجمهور؟